يقدم اللاعب فارس شعيبي في مستويات قوية مع فريقه تولوز خلال الأشهر الماضية، حيث أصبح أحد أهم لاعبي فريقه في التشكيلة الأساسية. ساهم شعيبي في العديد من انتصارات الفريق الفرنسي هذا الموسم، جعلته مطلوبا في أندية أوروبية كبيرة على غرار إشبيلية وأرسنال. وقدم شعيبي أوراق اعتماده للكوتش بالماضي من أجل تمثيل الخضر، بعدما كشفت تقارير إعلامية محلية أن شعيبي أصبح جاهزا للعب مع المنتخب الوطني الجزائري بداية من شهر مارس المقبل. ويتميز شعيبي بقدرته التهديفية سواء بالقدمين اليمنى واليسرى أو بالرأس، مثل ما فعل يوم أمس في كأس فرنسا عندما قاد فريق تولوز للإطاحة بنادي ريمس والتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة. ليقدم اللاعب أوراق اعتماده بعنوان المهاجم المتكامل. ومن المرتقب أن تشهد قائمة المنتخب الوطني الجزائري خلال شهر مارس المقبل تواجد أسماء جديدة على غرار شعيبي عوار وآيت نوري.